كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض جاتوه الخلاط السريع، مش هياخد منك وقت خالص، والشكل في الاخر زي القمر زي ما انتم شايفين كده. بجد حاجة جميلة جدا هتشرفك قدام ضيوفك، وحاجة مفيش اسهل من كده. بصوا بقى، معانا مكونات: كوباية ونص من الدقيق، معانا معلقتين كاكاو خام، كيس باودر، ظرفين فانيليا، 3 بيضات، وكوباية سكر، كوباية الا ربع مية عادية من الحنفية، ونص آه، كوباية زيت. بس كده، هي دي المكونات. معانا الخلاط، ممكن نشتغلها في الخلاط وممكن نشتغلها بالمضرب اليدوي عادي، مفيش مشكلة، وممكن برضو من مضرب الكهرباء. اي حاجة من التلاتة دول يعني شغال معانا. نزلت ب3 بيضات وعليهم ظرفين من الفانيليا، ممكن نحط معلقة صغيرة فانيليا سايلة. انا بفضل دايما في شغلي الفانيليا الباودر، بصراحة معرفش بحبها ليه يعني، او اتعودت عليها. بحس ان يعني نكهتها بتبقى مظبوطة، مش عارفة، بحس ان الفانيليا السائل اللي هي السائلة ديت بتبقى اوفر شوية، او طعمها نكهتها يعني بارزة، او ايا كان يعني الموجود عندكم شغال. هنحط بقى عليهم نص كوباية الزيت، وهنحط برضو كوباية الا ربع مية، وكمان هننزل برضو معانا زي ما انتم شايفين كده كله ورا بعضه كده كوباية السكر في الخلاط. كله ممكن نحط كله يعني مرة واحدة البيض يعني، بس انا يعني ايه، بمشي معاكم خطوة خطوة. فعادي ممكن في الخلاط نحط البيض والسكر والزيت والمية كله مع بعضه مرة واحدة، زي ما انتم شايفين كده عمل فوم عالي وابيض وفي منتهى الجمال. بصوا بقى يا جماعة، معانا المكونات الجافة. نزلنا بقى بالدقيق على الكاكاو وعلى البودر، وطبعا بيبقى فيه ذرة ملح بس يعني ما ظهرتش في الفيديو. بتعمل بقى ابراز نكهات. بنحط بقى ايه المكونات السائلة بتاعتنا على طول كده، شغلنا كله ورا بعضه، عشان يعني جاتوه الخلاط السريع يعني، فلازم تكون ايدينا سريعة بصراحة. هنا بقى ايه، هنجيب مضرب السلك، وزي ما انتم شايفين كده هندخل المرة التالتة. انا نخلت مرتين قبل كده تمام، والمرة التالتة معاكم اهي. وكل ما بندخل الدقيق زي ما انتم عارفين في الكيك بالذات، او يعني في الكيك عموما والمخبوزات الحاجات دي، بيدينا هشاشة وطراوة للحاجة اللي احنا بنعملها. بجد جميل جدا. طبعا العصافير صحت واحنا لسه ما نمناش، ربنا معانا بقى، على الله حكايتنا. بنقلب تقليبتين حلوين كده لغاية ما الدقيق يختفي، وبالمضرب اليدوي بنشتغل كده، بنضربه ضربتين لغاية ما نتأكد ان الدقيق اختفى. بنكون مجهزين بقى صاج، وطبعا بنشغل الفرن على درجة حرارة 180 من قبل ما نبدأ في الشغل تماما. وده الصاج 30 في 40. بكون حاطه، ممكن نبدره عادي، نمسحه مسحة زيت ونبدره بالدقيق لو ما عندناش ورق زبدة. لو عندنا ورق زبدة بنقطعه نفس مقاس الصاج ونحطه بالشكل ده. بننزله بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وبنساوي كل حاجة، بنوزع الخليط بتاعنا في كل الأركان، ما يبقاش حتة أعلى من حتة. تمام وبس وخلاص كده. ما بتاخدش معايا بالظبط تلت ساعة وكانت جاهزة. طبعا ده سويس رول، ممكن ان احنا نعمله مثلا جاتوه عادي، نقسمه بالنص ونعمله جاتوه عادي، وممكن نعمله في تورته يعني، نجيب صينيه مقاس 20 ونحطه. ده بقى كريم شانتيه. جبت ربع كوبايه سكر ناعم، عليها نص كوبايه كريم شانتيه، ونص كوبايه ميه ساقعه متلجه مشبره، ضربتين كده كويسين الاول. ويعني لو في لبن ممكن تحطوا نص كوبايه لبن. الكميه دي كويسه جدا. ده بس الكريم بنجيبه بيظبط الكريم شانتيه في الحر اللي احنا فيه ده، محتاجين بالظبط يعني كريم شانتيه ده ما يستغناش في الحر عن الباستري كريم. هما الاتنين توأم توينز في المرحله اللي احنا فيها، في الصهد اللي احنا فيه ده. ضربتين حلوين كده يا جماعه، وبصراحه بيدي قوام وطعم يعني حكايه. الباستري كريم ده انا بفضله جدا يعني. وضربتين حلوين كده وخلاص، بقى الكريم شانتيه معانا جاهز. وخليكم مركزين في الكريم شانتيه عشان هحط له اضافه في اخر الفيديو عشان تبقوا مركزين معايا. وخلاص كده. طبعا كنت مغطيه وش الكيك عشان ما ينشفش مني. هو طري جدا ورطب، ومش هحتاج ان انا اسقيه خالص يعني. ممكن لو حابين تسقوه اسقوه، بس انا شايف ان هو يعني طري جدا ورطب جدا جدا، مش محتاج. طبعا انا هلفه سويس رول، وهيحصل لي موقف هقول لكم عليه وانا شغاله يعني. خضه كانت جامده قوي بصراحه. الحمد لله ان الفيديو ده طلع للنور اصلا. كنت الفه من الناحيه دي بس قلت مش هتعرفوا تشوفوه، يعني قلبت الناحيه التانية. وانا بقلب بقى الناحيه التانية خلاص، وكله تمام وخلاص يعني. الكيك ظبط معايا والدنيا تمام. لقيت القطه تحت رجليا طبعا الحمد لله الكيكه طارت، بس انا لحقتها يعني، طرت وراها وجبتها. ظبطتها زي ما انتم شايفين كده رول، وبقفله كويس بالورق الكبير اللي كان تحتها، وانا بظبطها. وخلاص على الفريزر مده ما تقلش عن ساعتين 3، اقل حاجه ساعه. طبعا انا مستعجله بصراحه، أنا يعني صريحه معاكم في كل خطواتي، ما قعدتش معايا نص ساعه في الفريزر، يمكن يعني تلت ساعه كمان. وبس طلعتها عشان ازينها، عشان مستعجله عشان التصوير، عشان هتنزل النهارده طبعا الظهر كده او قبل الظهر كمان، عشان تلحقوا تعملوها. طبعا يعني اتمنى من حبايبي متابعيني الكرام ان هم لما يعملوا وصفه ليا يصوروها ويبعتوها لي على صفحتي على الفيسبوك طبعا، ويفرحوني
فاكرين لما قلت لكم بقى ركزوا معايا في كريم شانتيه؟ انا عملت كريم شانتيه تاني بنفس المكونات، الربع كوبايه سكر والنص كوبايه كريم شانتيه والنص كوبايه ميه ساقعه متلجه. وكان عندي صوص اقتصادي اللي هو انا عملته معاكم قبل كده، اللي هو صوص الشوكولاته والميه. و يعني مفيش اسهل منه، رحت واخده منه نص كوبايه ودرتهم مع بعض. موس شوكليت تحفه بجد، احلى من الموس اللي بشتريه من بره مليون مره، بدون مبالغه، طعمه حكايه. وزينت بيه، وممكن تزينوا بيه كريم شانتيه، يعني اللي انتوا حابينه. لو حابين كريم شانتيه فاتح اللي هو الفانيليا ده مفيش مشكله، بس انا بحب الشوكولاته. وطبعا ده سكرابر عادي، ممكن بشكل المشط، وممكن يعني تعملوا اي شكل زي ما انتوا حابين، تسووا شكله في الاخر تعملوا بالمنظر ده. انا حبيت الشكل ده، يعني لغيت الفكره اللي انا كنت عاملها في الاول وعملتها بالشكل الزجزاجي الحلو دوت. وطلع منها شكله قمر زي ما انتوا شايفين كده. وبالسكينه طبعا انا في الاول نسيت اسخنها، لازم تسخنوها يا اما على النار يا اما تسخنوها في ميه سخنه، وتقطعوا مقدار يعني صابعين زي ما انتوا شايفين انا عملت الحركه دي. وطبعا انتوا يعني التقطيع ده يرجع لكم، انتوا حابين تقطعوها يعني اصغر من كده، دي قطعه محترمه كده، يعني الصابعين ده قطعه محترمه كده. يعني قطعت 8 قطع بالظبط، حلوين جدا حاجه بجد، يعني لكل فرد تحفه بصراحه، مش قادره اقول لكم حلوه جدا قد ايه. طبعا دي طلعت مني مش مظبوطه قوي لان انا مش سخنت السكينه. ده ورق كب كيك بقطع فيه قطعه الجاتوه زي ما انتم شايفين. وبس كده زي ما انتم شايفين، خلاص حلوه جدا وشكلها شيك وحاجه تشرف بجد العزومه لمناسبه عيد زي ما احنا داخلين على عيد كده. طبعا دي شوكولاته خام انا سيحتها على حمام مائي، مكعب شوكولاته حطيت عليه معلقتين كبار من الزيت، زيت نعناقي يعني مش ليه ريحه. وطبعا الورق الترانسفير دوت، او مش فاكره اسمه ايه بالظبط، انا كنت جايباه من عند صلاح افندي، وكان وقتها تقريبا كان الشريط دوت او الورقه دي تقريبا كده كان ب3 جنيه ونص على ما اتذكر. انا جايباها بقالي حوالي سنه، انا بشتري اصلا بكميات كبيره عندي لان انا شغاله في التورت بقالي فتره يعني. ودي بقيه الكريم شانتيه، وعملت قلوب زي ما انتم شايفين. التزيين ده ممكن تعملوه روزيتات عاديه، ممكن ما تعملوش اصلا وتحطوا بشر شوكولاته، ممكن تحطوا فواكه من فوق، اي حاجه انتوا حابينها اعملوها. انا حطيت بقى الورق، حطيت الشوكليت بتاعت اوريو دي زي ما انتوا شايفين كده. ممكن تحطوا بسكوت اوريو معاها، ممكن ما تحطوش، ممكن تبشروا شوكولاته بيضه او شوكولاته بني، التزيين ده يرجع لكم انتوا. ومفيش اجمل ولا اشيك من كده بجد، حاجه تحفه من حاجات بسيطه، يعني مكونات بسيطه، ايه بيضتين وكوبايه ونص دقيق على كوبايه سكر، حاجات كلها موجوده باذن الله في البيت، وهنطلع منها احلى وافخم جاتوه بجد، طعمه يعني تحفه، احلى من الجاتوه بتاع المحلات. وفي نهايه الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وباذن الله مستنيه تطبيقاتكم الجميله، وابعتولي على صفحتي على الفيسبوك. وكنت معاكم مولة هاني، كل سنه وانتم طيبين.